على الراديو، راديو دوغما 3.10. باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. مستمعي الأعزاء، مستمعي راديو دوغما، كل سنة وانتم طيبين. خريستوس أنستي أليسوس أنستي. تعلمنا منذ الصغر على أيدي آباء أتقياء، وعلمونا أنه يجب علينا في أثناء الأجواء الاحتفالية للأعياد أن نتسلل بالعقل والقلب بعيدا عن سطحية مظاهر الاحتفال إلى عمق الخلفية الروحية واللاهوتية والإنجيلية لهذا العيد، فنلتقط جملة أو عبارة أو أكثر يكون روح الله الساكن فينا أنارها أمامنا، فنلهج بها قلبيا خلال قداس العيد، ولا ندع الشكل الخارجي للاحتفال يسبي عقولنا ويخطف أبصارنا نحوه، ولكن نجعل الأبصار والمشاعر تتوجه بالأكثر لصاحب العيد وإلى الخلفية الروحية لهذا العيد. الحقيقة افتكرت الكلام ده في عيد القيامة اللي فات. في قداس عيد القيامة مرت قدامي كثير من العبارات اللي في الألحان بتاعت عيد القيامة وفي قراءات عيد القيامة بتعبر عني روحيا جدا بل وبشريا وعن ما يجول في فكري وقلبي. حاولت أن أنفذ تعاليم آبائنا الأولين، أن أتسلل مغمضا العينين حتى أبعد بقدر الإمكان عن معوقات هذا التسلل، لعلني ألتقي بالمسيح نفسه، ذاك القائم من الأموات، ذاك الذي بموته داس الموت وبقيامته أقامني معه وأجلسني معه في السماويات كما يخبرنا الكتاب المقدس. أنا واثق أن كثيرين فعلوا هذا من الشعب البسيط الجميل، ولكن بالتأكيد أراد إبليس أن يختطف لحسابه عدد ليس بقليل، جعلهم ينشغلون فقط بالمظهر الخارجي لعيد القيامة من ملابس وأنوار ولقاء الأصدقاء، ولا مانع من بعض الانتقادات أو بعض السخرية وأجواء احتفالية أخرى. الحقيقة برضو افتكرت الكلام ده لما قلنا لحن باشويس، لعلكم تعرفونه، بيقول كده: باشويس إيسوس بي خريستوس في طفتن في إيفول خني اسمه أوت. اللحن ده بالعربي: يا ربي يسوع المسيح الذي قام من الأموات في اليوم الثالث أقمنا بقوتك. والحقيقة عبارة أقمنا بقوتك دي هزتني من جواي، فلكم أحتاج لهذا الأمر العظيم إن ربنا يقيمني بقوته. هذه الطلبة الحياتية، فالقيامة تشمل النفس والجسد والروح، فالنفس القائمة هي نفس فرحة، والجسد القائم جسد عفي، والروح القائمة روح منطلقة. ما أجمل أن تكون أعيادنا كما رسمت الكنيسة هي قمة المناسبة الكنسية، فعيد القيامة هو أعلى درجة في سلم الصوم الكبير والبصخة روحية. إنه كما قال الكتاب عيد للرب، يقول كده في تثنية 16-15: تعيد للرب إلهك فلا تكون إلا فرحة. مش تخريف كاهن. إلى أن ألقاكم دمتم في رعاية المسيح وحفظه وعنايته، له كل مجد وإكرام من الآن وإلى الأبد آمين.